شرفت إدارة برج المقراني بإهداء بعض المطويات والكتب للأستاذ بن زيان مراسل صحفي للنيوز لمدينة برج بوعريريج. هذا شرف لنا أنه الأستاذ هذا المراسل يعني في أكثر من مرة يحظى معلم تاريخي برج المقراني بزيارات داخل وخارج الوطن، فهو يقوم بعمل جبار للترويج السياحي والثقافي للمعالم التاريخية المتواجدة على مستوى ولاية برج بوعريريج وكذلك الوطن. فتفضل سيدي الكريم. شكرا جزيلا سيد المدير. وانا بدوري كذلك اهدي هذه المطويات وهذه الكتيبات الى صديقي رفيق بن رزاق اللي جانا من تونس وبالضبط مدينه نابل. نقول اهلا وسهلا بك شكرا. في الجزائر وبالضبط في ولايه برج بوعريريج. هذه نسخه شهر التراث. شكرا اخويا عمر، ربي يحفظك. سافيد بها الشعب التونسي والعربي عموما، لاني سانشر هذه المعلومات وهذه الصور ومقاطع الفيديو تاع السيد بدر الدين والصور والكتب في المواقع التواصل الاجتماعي. هذه نسخه ثانيه دليل البيبان. ما شاء الله، الله يبارك. كتب قيمه جدا، قيمه وفاخره وانيقه في طباعتنا شكرا. هذا الكتيب فيه مواقع ومعالم برج بوعريريج. تفضل سيدي. ربي يحفظك وربي يبارك فيك. وانا دوري نشكر السيد بدر الدين والدين ربي يحفظك ونشكر الرسول تهادوا وتحابوا، وان شاء الله نشوفكم في تونس ونعمل لكم لفه في متحف باردو العالمي يعني سمعه عالميه من اقوى المتاحف في الوطن العربي في العالم في الفسيفساء، ومتحف نابل مدينتي كذلك. واهلا وسهلا. والله يا سيدي الكريم شكري لك الخاص انه تقوم بعمل جبار من خلال تواجدك هنا في الجزائر، ولذلك انت تروج بطريقه او باخرى للجانب السياحي والثقافي للجزائر، فانت مشكور كذلك مع استاذنا الفاضل بن زيان. فالف شكر ومرحبا بك. هذا واجبنا، هذا واجبنا. عيش. تحياتك.